فاوعى تبص لاي واحده منتقبه وتقول ان البنت دي دينه او البنت دي على دين، مش بالضروره. مين قالك إيه؟ اعتبرنا يا عم لابسينه تمويه، اعتبر ان انا عليا طار وانا بتنكر. اي راجل حاطط لحيه بص له كده، الراجل ده متنكر، ما تبصلهوش ان هو رمز للدين. عارف ايه اللي هيحصل لما تيجي تاخدني مثل اعلى او قدوه ليك او رمز للدين، او تشوف مثلا اي شيخ ملتحي او اي واحد عنده دقن، واحده لابسه نقاب، وتقوم بقى تقول انا هاخدها رمز للدين؟ عارف ايه اللي بيحصل؟ هتودي نفسك في داهيه وهتوديني انا في داهيتين، واحده واحده مع بعض. انا فاهمك ليه احنا كلنا هنروح في داهيه لو انت عملت الحركه دي. انا بشر صح وانت بشر، فلما تيجي انا تربطني بالدين او تقول هي دي رمز للدين او الراجل بلحيه ده هو كمان رمز للدين، انت عارف انت كده بتعمل ايه؟ بتبقى متوقع مننا ان احنا نبقى ملايكه، ان احنا نبقى يعني ناس ما بتغلطش، واحنا بشر فطبيعي ان انا اغلط. فيبقى انت كده ربطت الدين، رمز الدين، بشخص بشري بيغلط. فتلاقيني ممكن اكذب، تقول بقى هي دي بقى رمز الدين، فيقوم الدين عندك منهار. تلاقي راجل مثلا الملتحي ده واقف في السوق مثلا بياع، فتلاقي البياع ده بيحلف بالله طول الوقت، عمال يحلف بالله، وممكن تلاقيه بيغش مش عارف ايه. فانت ايه ده؟ رمز الدين بتاعي يا راجل يا ابو لحيه بقى الكبره الجميل ده اللي انا بثق فيه، بيكذب وبيبص للست دي نظره مش كويسه. ايه ده؟ لا ده كده الدين عندي انهار، لانك ربطت الدين برمز بشري، بشخص بشري اللي هو انا او الراجل الملتحي. فانا مهما كنت حلوه انا برضو بشريه وبغلط، وهو كذلك، فاحنا كلنا مش معصومين بالغلط. طب انا بقى لما انت كده خلاص رحت في داهيه، وقعت نفسك ووقعت الدين ووقعت القدوه بتاعتك ومنظورك المنظور او الرمز بتاعك الديني، انا بقى ازاي هروح في داهيه؟ انا المفروض كده بقى انت واخدني رمز للدين فابقى مبسوطه بقى وفرحانه، والراجل الملتحي كمان مبسوط وفرحان لان احنا رمز للدين؟ لا بالعكس خالص، انا هتفتن، انا هشوف قد ايه انا بقى الله، انا بقى بنت بقى ملتزمه، وانا بقى مفيش حد زيي، وانا احسن من دي واحسن من دي، ودي بشعرها ودي بوشها وانا بقى منتقبه، فاتفتن بقى واعجب بنفسي وبديني، فانا كمان اقع، فبقى انا رحت في داهيتين وانت رحت في داهيه. فاوعى تبص لاي واحده منتقبه وتقول ان البنت دي دينه او البنت دي على دين، مش بالضروره. مين قالك ايه؟ اعتبرنا يا عم لابسينه تمويه، اعتبر ان انا عليا طار وانا بتنكر. اي راجل حاطط لحيه بص له كده، الراجل ده متنكر، ما تبصلهوش ان هو رمز للدين. طب انا عايزه اخد حد رمز للدين، عايزه اخد حد كده يكون مثل اعلى وقدوه ليه؟ النبي على طول، النبي عليه افضل الصلاه والسلام، النبي والصحابه بتوعه احلى رمز واحلى قدوه تاخدها، هتتعجب من اخلاقه ومن المواقف اللي كان بيتعرض لها. لكن احنا نبقى رمز للدين، او ولا اي فنان ولا اي ممثل ولا اي مغني، يبقى انت بتظلم نفسك وبتظلم اللي بتاخده كمان قدوه ليه. وانا نفسي وقعت في الغلط ده زمان قبل ما كنت منتقبه، كنت ببص للمنتقبين دول انه بنات دينه، بنات ملتزمه، بنات محترمه. فكنت رايحه فرحه عادي، لقيت بنت منتقبه رايحه بفستان احمر وحاطه ميك اب ورسم عينيها وفي تبرج كده من تحت النقاب وحاجات غريبه. اتقفلت من المنتقبين، عقلي اوتوماتيكلي عمم ايه ده؟ هي دي بقى المنتقبه، هي دي بقى اللي المفروض محترمه، او هي دي اللي لابسه فستان احمر بيلمع. وتلاقيت نفسي مره واحده كده اللي هو بجادج، بحكم عليها، وعممت بقى يا عم ده كل المنتقبين دول فستك. ولما شفت الراجل اللي واقف في السوق وعمال يحلف بالله انه الحاجه دي كويسه وانه بضاعته 100 وبعد ما اخدناها لقينا البضاعه نيله، شتمت الملتحيين وشتمت الشيوخ وبقيت ابص لهم كلهم اي واحد بدقن يا منافق يا منافق. فعقلي عقل متخلف، فربنا يغفر لي ان انا شتمته قبلا، يعني ان انا شتمته اصلا، يعني ده كان قبل الالتزام. فخلي بالك انا يعني الحته دي انا ستيل لحد الان بحاول ان انا اسيطر عليه. فتاني رمز الحلال والحرام مش المنتقبين ولا الشيوخ. ما تقوليش ما هي راحت الفرح وقعدت مع صاحبتها وحيتها وراحت الفرح عادي، انت ليه بتحرمي الافراح؟ مش معنى ان هي راحت الفرح يبقى خلاص الموضوع بقى حلال، هي بتمثل نفسها، هي اللي هتشيل الاسم. ما تخليهاش هي رمز الحلال. الشيخ الفلاني ده بيحلل الاغاني وجايب بنات بشعرها معاه في البرنامج، هو بيمثل نفسه، مش معنى انه عمل الحاجه ان الحاجه خلاص بقت حلال. فتاني ما تبصش للشيخ ان هو رمز الحلال والحرام والبنت دي هي رمز الحلال والحرام وان الناس دول ثقه انا همشي وراهم، كده هتضيع نفسك وهتضيعنا معاك. طيب خلاص تمام ماشي، انا فهمتك كده. مين قدوتي بقى؟ انا عايزه امن نفسي، ابقى عارف الحلال والحرام صح وابقى ماشي ورا حد. هو النبي، يعني ملناش حد غيره. اي شيخ دخل الاسلام والتزم هو داخل بشخصيته، بيمثل نفسه. انا دخلت الاسلام ولبست النقاب، انا بمثل شخصيتي مش بمثل حد تاني.
فهتلاقيني داخله بعك كده، داخله باخطائي وداخله بعبلي وداخله بافكاري وداخله بكل الاخطاء اللي انا فيه، وبحاول بجاهد، وكذلك الشيخ ده بيجاهد، وكذلك الشيخ ده بيجاهد. وفي معلومه صغيره، انت عارف ان الشيطان بيتارجت على مين؟ يعني احنا الشيطان دلوقتي لو هو عايز يتارجت وعايز يوقع حد وعايز حد يذنب، عارف هيتارجت على مين؟ هيتارجت على المنتقبين وعلى الشيوخ، لان عارف ان الناس العاديه اللي هو زي انا زمان كنت باخدهم قدوه، فلما انا وقع الشيخ ده او انا وقع المنتقبه دي وسلط عليها جيش من الشياطين يكونوا حواليها طول الوقت، يحاولوا يفتنوها، يحاولوا يغيروا افكارها، يخلوها تقسم، تعمل حاجات كتير غلط، فانا لما هوقع البنت المنتقبه دي يبقى انا شوهت منظوره الدين. زي ما انا قلت لك كده، اوعى تعمل كده. فانا لما اخلي الشيخ ده يحلل الاغاني، كل البشر هيمشوا وراه يحللوا الاغاني. لما تجيب الشيخ ده ومعاه بنات بشعرها ومش عارف ايه وكده، فخلاص يبقى معنى ان الشيخ جاب البنت اللي بشعرها ان هو بيقر ان الحجاب مش فرض يا فندم. فكل الناس هتلاقي عقلها بيترجم كده. فانا عايزاك برضو تبقى ذكي لما تيجي تبص للشيخ، اي واحد ملتحي او اي مثلا واحده منتقبه، ابقى عارف ان الشيطان عامل عليها حفله. الشيطان عارف من اللي هو مكرس وقته ليها. انت بالنسبه لي صيده مهمه، انت بالنسبه لي انا عايزه افسدك انت، وعاوزه ابوظ اخلاقك، عشان كوني ان انا ابوظ اخلاقك او ابوظ اخلاقه هتوقعوا وراكم ملايين الناس. فتاني انا همشي ورا مين؟ انا مش باصت بقى لا في الشيوخ ولا في المنتقبه، وانا اهو انا منتقبه ومش باخده بمثل اعلى ليا. طب هناخد مين مثل اعلى؟ النبي والسنه بتاعته، هو ده مرجعنا، والناحيه الثانيه القران والصحابه بتوع النبي. يبقى هو انت عندك مثلث اهو، القران والسنه، القران والسنه وصحابه النبي، وبس على كده، قفل لي الموضوع على كده.